مشاهدي برنامج أوضة وصالة، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا أوضة وصالة. حلقة النهاردة احنا خصصناها بناء على مواضيع تهم حضراتكم وبناء على رغبة حضراتكم. يعني عايز أقول لحضراتكم خلال الفترة اللي فاتت ناس كتير بعتولي وبيسألوني انه او بيشتكوا ان هم بيلاقوا بودرة في اماكن مختلفة في اساس البيت عندهم. عايز اقول لحضراتكم ان طبعا ده موضوع خطير جدا. ده كده يبقى في سوسة الخشب جوه الخشب، وسوسة الخشب دي حاجة خطيرة جدا، بتتنقل العدوى وبتتكاثر، والموضوع يا جماعة صعب جدا. علشان كده احنا لازم نشوف لها حل فورا، يا اما نتخلص من قطعة الاساس. وفي حد دلوقتي هيقول لي طب انا اخد قطعة الاساس اديها لحد؟ لا، يبقى احنا كده هنضره، لان مشكلة السوس ان بالذات سوس الخشب ان هو بيمشي في الخشب وبعد كده بتلاقي الخشب بقى بودرة والموضوع بقى سخيف جدا. فعايز اطمن حضراتكم طبعا واقول لكم ان سوسة الخشب هي ليها علاج، ولكن ازاي نعالجها علشان ما ترجعش تاني، ده اللي انا هشرحه لحضراتكم. في البداية عايز بس يعني انوه على حاجة مهمة جدا، لان بعض الناس بعت لي وبيقول لي ان اشترى من عند نجار او خلى نجار فصل له اوضه نوم، وبعد سنتين ابتدى يكتشف ان في البودره اللي كان في الكومودينو وبتتكاثر كل شويه، بتزيد كل ما يمسحها بتزيد. وكان طبعا زعلان جدا من النجار وبيتهمه ان هو عنده خلفيه او عنده يعرف بالموضوع ده واخفى عليه. فعايز اقول لحضراتكم يعني مش كل يعني النجارين او مش دايما اللي بيصنع الاساس بيعرف ان الخشب فيه سوس، لان احيانا السوسه ما بتكونش باينه. يعني مثلا على سبيل المثال لو خشب كونتر، الكونتر متغطي من الوشين سواء اتشبيل او وممكن يكون جوه السويد او البياض بيكون السوسه، فالنجار ما يشوفهاش، ونكتشف الكلام ده بعد فتره او بعد يمكن سنه وحنا بعد اكتر، ويبتدي البودره تظهر ولان السوس طبعا حضراتكم عارفين بياكل في الخشب فبيطلع بودره. فطبعا النجار ما بيكونش ليه ذنب. طبعا انا بلوم على النجار اللي ممكن يشوف حاجه زي كده ويكمل ويشتغل فيها، ده كده حرام عليه، وكده ده حسابه عند ربنا عسير جدا. ولكن لو انت ما تعرفش خلاص، فانت مش عارف، لان زي ما قلت لحضراتكم مش دايما النجار بيعرف. خلوني قبل ما نقول العلاج نقول ايه انواع الخشب اللي ممكن تتعرض للسوس. خلينا نقول ان معظم الاخشاب الطبيعيه ممكن يكون فيها سوس. طبعا مش كل الخشب، هو الموضوع ان يكون سوس جوه الخشب ده بيكون نادر جدا. يعني انا في حياتي خلال ال40 سنه اللي اشتغلتهم في مجال الموبيليا ممكن يكون قابلني الموضوع ده مره او مرتين مش اكتر، ولكن حصل يعني خلال 40 سنه قابلني مره بس، حصل او مرتين انا مش متذكر، ولكن حصل. فعايز اقول لكم كمان يمكن قابلني في اوضه نوم بتاعت بيتي انا شخصيا، يعني بعد ما عملت اوضه النوم وبعد يمكن عده سنين اكتشفت ان فيها سوس. وكان قابلني مره تاني مع حد كان من سنين طويله وقدرت اعالج الموضوع. والعلاج ان شاء الله سهل، ولكن محتاج يعني اشرحه لكم. خلينا برضو قبل ما اشرح العلاج اقول لحضراتكم ان الانواع الاخشاب اللي معرضه تكون فيها سوس هي انواع كتير. يعني منها مثلا سبيل المثال اكتر نوع بيتعرض للسوس خشب البياض، اللي هو بيكون داخل الاخشاب، داخل خشب الكونتر. الكونتر بانواعه ممكن يكون متعرض ولكن مش كتير. الام ديف طبعا ده اخشاب مصنعه، فبالتالي الام ديف ما بيكونش ابدا يكون فيها سوس وما تتعرضش لان خشب صناعي. فخلينا نتفق ان معظم الاخشاب الطبيعيه بيكون فيها او معرضه يكون فيها سوس. اي خشب خارج
من شجرة معرض ان هو يكون فيه سوس. بيحصل كتير؟ لا، الموضوع ده يا جماعة بيحصل قليل جدا ان الخشب يكون فيه سوس. زي ما قلت لحضراتكم، مش عايزين نتجنى على النجار او نتجنى على المهندس او المعرض او المكان اللي جايبين من الاوضه ونتهمه ان هو ممكن يكون يعرف. ممكن يكون عارف، بس الغالبيه العظمى بيكون مش عارف، بدليل زي ما قلت لحضراتكم انا شخصيا في خلال ال 40 سنه حصلت لي في بيتي. لو انا هعرف حاجه زي كده انا مش يعني مش هصنعها في بيتي. ده موضوع مفروغ منه. طيب خلينا اتكلم مع حضراتكم واقول لكم ازاي نعالج السوس. في طريقتين. لو لقينا رف، يعني هو رف واحد بس اللي فيه السوس، احنا بنكشف طبعا اللي بيكشف على المكان بيكون حد ذو خبرة في المجال علشان خاطر يعني يعرف الأماكن اللي فيها السوس. ممكن يكون جزء صغير هو اللي معرض، يعني اللي فيه سوس، ما تخافش، مش معنى كده ان كل الأوضة بقى فيها سوس، ممكن يكون رف. أنا شخصيا بقول ان ممكن اخد الرف اغيره، طبعا انفيه تماما، ما ادوش لحد، ارميه واحط رف غيره. طب حاجة تانية، طب نفترض السوس في جنب دولاب، وجنب دولاب ده مثلا حاجة صعب جدا انك تغيره، هنعمل ايه؟ في منطقة اسمها منطقة باب الخلق، اللي هي نواحي مديرية امن القاهرة القديمة. منطقة باب الخلق معروفة جدا لمعظم الناس، هي في وسط البلد. هنروح منطقة باب الخلق، وفي هناك محل اسمه حراز. محل حراز ده انا مش بعمل له دعايه، ولكن انا رحت قبل كده جبت منه، قلت له عايز دواء للسوس علشان الخشب فيه سوس، فاداني علبه. الكلام ده كان من حوالي يمكن 10 15 سنه، هي كانت غاليه شويه، كانت تقريبا ب 100 جنيه. طبعا 100 جنيه يا جماعه من 10 15 سنه، فده كان رقم كبير جدا، لان اداني يعني علبه او ازازه صغيره كده. خدت الازازه وقال لي هتستخدمها تحط عليها تقريبا ميه، انا حطيت عليها جاز بدل الميه، قلت عشان يتفاعل اكتر. وبعد كده يعني حطيت في سرنجه، وابتديت ادخل السرنجه في الخرم اللي واضح قدامي للسوس، وابتديت احقنها. عملت الموضوع ده عده مرات، يعني عملته كذا يوم. عايز اقول لكم يفضل ان بعد ما نحقن الاوضه، طبعا محدش يعيش فيها لمده اسبوع ولا حاجه، لان الريحه بتكون قويه جدا وتكون يعني صعبه جدا، محدش يتحملها. فاحنا هنعمل حسابنا لما نحقن طبعا نكون لابسين ماسك، ونكون مفيش اطفال في البيت، وهنحقن الاوضه كويس جدا، ولازم نقفلها بعد كده. لو احنا ساكنين في الشقه فهنقفلها كويس جدا عشان مفيش ريحه تخرج بره. انا شخصيا لما عملت الموضوع ده خرجت بره البيت، قعدت اسبوع، ورجعت بعد اسبوع حقنت تاني، وبعدت اسبوع ورجعت بعد كده، اختفى الموضوع تماما. وبالشكل ده كده يبقى احنا عالجنا السوس، وخلاص كده الموضوع احنا اطمنا. ونراقب بعد كده. عايز اقول لحضراتكم دايما نراقب، نشوف موضوع البودره، لعل وعسى يكون في الاوضه بودره في مكان تاني، غالبا ان شاء الله مش هيكون في حاجه. وكده احنا قدرنا نعالج السوس. واعتقد ان كده انا معلومتي وصلت، واتمنى تكون مفيده. وفي نهايه لقائي انا بشكركم شكرا جزيلا، والى اللقاء في حلقه قادمه، وان شاء الله سلسله من الحلقات اللي اقدر افيد حضراتكم. واشكركم شكرا جزيلا، والى اللقاء. تحياتي، أشرف شندي.